هنرجع بس شويه لدوري المحترفين. النتيجه انا عارف ان انت متابع كويس او متابعين دوري المحترفين دي الجوله الثانيه. الحقيقه كان فيها غزاره، يعني الاسبوع الاول كان فيه غزاره تهديفيه، الاسبوع دوت يعني غزاره في الانتصارات وفقر في التهديف. يعني من بين 9 ماتشات 8 فوز وتعادل واحد بس سلبي، 13 هدف فقط، منهم 5 في الشوط الاول و8 في الشوط الثاني. ده يعني هل الفرق بتدور على المكسب بس بدون النظر عن الاهداف كتير؟ وده اللي حصل في 7 مباريات الا مباراه وحيده اللي خلصت بين بلديه المحله وطنطا 3-2 لطنطا، يعني 5 اهداف، هي يعني حوالي ربع او ثلث طبعا اهداف. النتائج الاسبوع ده كالتالي: بروكسي كسب اسوان 1-0 في ملعب بروكسي، المنصوره اتغلب الاسبوع الثاني على التوالي 0-2، البلديه اتغلب على ملعبه 2-3، الترسانة على ملعبه برضو من مسار 0-1، راية كسب السكة الحديد 1-0، مفاجأة كبيرة طبعا. البترول وابو قير الأسمدة 0-0، والبترول عقدة ياسر الكناني السنة اللي فاتت كان ماسك كهرباء اسماعيلية، راح تعادل برضو مع البترول في البترول. ديروت كسب المالية 1-0، لافينا خسر على ملعبه 0-1، الاتصالات خسر من الداخلية 0-1، ودي النتائج معانا على الشاشة اهي. وده بيدل ان الارض ضد اصحابها في الجوله الثانيه. بالتوازي مع الجوله الاولى يبقى 6 في 12 انتصار، 6 خارج الملعب و6 داخل الملعب، ومعنى كده ان مفيش حاجه اسمها ملعبي وملعبك، يعني واضح جدا. ده بالنتائج دي اول فوز لرايه على السكه الحديد في جميع مبارياتهم اللي قبل كده، دي اول فوز. بروكسي عقده اسوان، والبترول عقده ياسر الكناني زي ما قلت، و بطاقة الصعود كاد يفقدها الكهرباء السنة اللي فاتت بتعادلوا مع البترول، لولا تعادل أبو قير الأسمدة مع ديروت في آخر مباراة في آخر سنة. أنت متابع كويس قوي، ما شاء الله عليك. حالتين طرد هذا الأسبوع، يبقى يصبح الإجمالي 7 حالات طرد. مباراة البلدية وطنطا هي الأفضل، وأفضل حكم السيد منير، وأفضل مدير فني علاء نوح لأنه كسب بره ملعبه وكان ريمونتادا و3-2. طبعا الترتيب على الشاشه، الفرقتين الوحيد اللي علامه الكامله اللي هو الانتاج والداخليه، الاثنين اللي كسبوا وهكذا. وطبعا لو بصينا للمنصوره يعني حاله يصعب، المنصوره بقى والبلديه والانديه والترسانه، فطبعا كانت مشكله كبيره. هنطلع نشوف اهداف الاسبوع الجوله الثانيه ونرجع نكمل مع ضيوفنا.